أعزائي المشاهدين من قناة صوت البحر، معكم فاتن صلاح ورجال أعمال. صوت البحر مش بس بتقدم الناس اللي عايزة تعمل مشاريع والناس اللي نجحت في مشاريعها وبتحاول تجدد فيها وتقويها، لا، صوت البحر كمان مع الناجحين، ومش أي ناجحين. احنا النهاردة معانا نموذج، معانا موهبة، معانا ناس راحوا جابوا لنا ميدالية فضية عالمية من مهرجان كبير. انا طبعا مش هقول مين، انا هقول كلمتين بس. هقول مثلا لعبه البسكليت، هقول كره الموت، هقول الجونجلير الارضي، هقول المهرج، هقول البالانسات، هقول التنشين بالخناجر، هقول تدريب الكلاب. اكيد طبعا انت اكيد كلكم بتقولوا دلوقتي ايه؟ اولاد ياسين. خلاص كده عرفت تتكلم مع مين. كده قلنا اولاد ياسين. معانا النهارده اولاد ياسين، فخر السيرك القومي، وانا عن نفسي دايما بسميهم وبقول ملوك العاب الاثاره على مر الزمان. الحقيقه دول ناس حاملين اسم اولاد ياسين من زمان، ومش هقول بقى حته بقى لن اعيش في جلباب ابي. هم لا، هم كسروا القاعده دي، هم عاشوا في جلباب ابيهم، ومش بس كده، لا، دول طوروا منه ووصلوه للعالميه. ومش بس كده، كمان عايزه اقول ان على عاتقهم ان هم يقووا الاسم دوت ويخلوه يستمر. الحقيقه بس انا مش هتكلم كتير، انا هخلي الناس تتكلم عن نفسها بصراحه. اتعرف بكم. خالد ياسين، كابتن خالد ياسين، كابتن احمد ياسين، كابتن محمد ياسين، اولاد ياسين طبعا. الاخ الرابع كابتن وليد ياسين مش هننساه طبعا، هو بس يعني ما قدرش يجي، عنده الف سلامه عليه، الف سلامه. طبعا احنا عايزين نتكلم الاول عن المهرجان، ان ده حدث. احنا واخدين ميداليه فضيه يا جماعه، واخدين ميداليه فضيه عالميه من مهرجان هانوي بفيتنام. بسم الله ما شاء الله. يعني المهرجان، بص عايزين نحكي من الاول بقى، تحكوا لنا واحده واحده المهرجان جه ازاي، يعني الفكره جت ازاي وازاي اشتركتوا فيه اصلا من الاول. اتفضل كابتن احمد، كابتن محمد، اي حد. كابتن محمد اتفضل. المهرجانات اصلا من زمان بتيجي مهرجانات المفروض لكل شركات العالم. تمام. بس من فتره كبيره السيرك القومي عندنا ما بيشاركش. شارك احمد في مهرجان كوريا في 2014، حصل على الميداليه الذهبيه. بسم الله ما شاء الله، ميداليه ذهب. بسم الله ما شاء الله، اول مره. بسم الله ما شاء الله، يعني شرفتوه والله، مشرفينا والله، مشرفينا بجد. ربنا يبارك فيكم. 2019 كان اول مهرجان برضو في فيتنام. تمام. كان احمد برضو اللي شارك فيه، كان خد جايزه العرض المفضل للجمهور. تمام. ودي تاني مره نشارك في المهرجان السنه دي يعني. وقدرتوا تحصلوا على تنتزعوا الفضيه، يعني ان شاء الله اللي ياخد الفضيه ياخد الذهبيه ان شاء الله. احنا في انتظارها برضو يعني. نص درجه، يعني الدرجه اللي احنا حصلنا عليها كانت نص درجه، يعني نص درجه بس على الذهبيه. حقيقي. لا دي معلومه جديده على فكره. يعني نص درجه بس على الذهبيه. يعني خلاص يا جماعه دي هانت خالص يعني. الحمد لله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليكم. طيب احنا بقى في ناس بتسمع كلمه الجونجرير مش فاهمينها خالص، عايزين لعبه تكلمونا عنها. اول حاجه طبعا البسكليت معروفه. كره الموت بقى، الكره الموت دي انا شفتها، اللي هي عباره عن، طبعا احنا هنصورها للمشاهدين عشان يشوفوها، عباره عن كره حديد، وحضراتكم بتنزلوا بالبسكليت منها. لا بالموتوسيكلات. هي كوره حديد قطرها تقريبا اقل من 4 متر. يعني انتوا طبعا ليكم كان يد في تصميمها. احنا مصنعين كل حاجه. انتوا اللي مصنعينها. طب دي كمان برضو معلومه جديده ان هم اللي مصنعينها يا جماعه. هي كمان ليها تاريخ. الفتره دي ان اول حد عملها في مصر كان جدي منير ياسين، زمان جدا. يعني دي الفكره قديمه جدا. فمن بعدها ما حدش عملها غير. تمام. سنين، زمن كبير جدا. تمام. لحد ما الحمد لله اتعلمناها وطورناها كمان. هو كان بيشتغلها شخص واحد بموتوسيكل واحد. احنا حاليا بنشتغل فيها 4 افراد ب4 موتوسيكلات. يعني انتوا الاربعه ما شاء الله بتشتغلوا في نفس الكوره. داخل الكوره قطرها اقل من 4 متر. اقل من 4. فيها 4 افراد ب4 موتوسيكلات بيعملوا لا ده اعجاز، ده اعجاز والله، دي اعجاز. طيب الجونجلير بقى دي عباره عن ايه؟ عشان في جونجلير. هي الجونجلير جايه من الجاجلينج، اللي هو يعني الجاجلينج اللي هو بيبقى تداخل حاجات في بعض، او اللي هو بتغيري مكانها. تمام. فالمعتاد عندنا في مصر اصلا الجاجلينج اللي هو بيتلعب فوق، بنشوف ناس بيلعبوا بكور بطواق بكلام من ده. تمام. بس الفقره بتاعتي كانت تعتبر حديثه من 2010، كنت في بعثه في الصين. تمام. وعملت فقره الجاجلينج دي بس بشكل مختلف، اللي هي بتبقى في الارض.
يعني بلعب الكور في الارض مع ارتداد بتغيير اشكالها. ايوه من اول 3 كور 4 5 6 7، وطورت كمان في المهرجان اللي فات ده ان انا بلعب ال7 كور وانا مغمى عيني. هو الجميل اللي كنتوا بتطوروا، انتوا مش يعني مش ثابتين على حاجه معينه، انتوا بتطوروا، ده الجميل في الموضوع على فكره يا جماعه. يعني الجميل اللي كنتوا بتطوروا مش ثابتين على حاجه معينه. طب ده جميل جدا. طب البالانسات بقى عشان برضه الناس عايزه تعرف. احمد بقى، كابتن احمد، يعني ايه بالانسات عشان الناس عايزه تفهم؟ بالانس يعني توازن. توازن. هي جايه ان انا ازاي بتوازن على ايدي او على راسي. ايوه هي من هنا مسمى البالانس او الهاند ستاندنج. تمام. دي فقره بقى في طول الوقت على ايدي من اول ما بدخل، بعمل حركات كلها وانا واقف، محمل جسمي كله على ايدي او على راسي. تمام. بس وبطلع بقى على مستويات عاليه جدا لحد ما بطلع لاعلى درجه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. كمان انا عرفت ان في تدريب للكلاب، مين مسؤول بقى عن؟ وليد. كابتن وليد هو اللي مسؤول عن تدريب الكلاب. بيعمل كلاون وتدريب كلاب. انا بس عايزه انوه على اني معالي وزيره الثقافه السيده الدكتوره نيفين الكيلاني طبعا تحت رعايتها وتحت رعايه المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع شؤون الانتاج الثقافي. وطبعا البيت الفني، انا اعرف ان البيت الفني كرمكم الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبيه والاستعراضيه، تم تكريمكم وطبعا تسليمكم شهادات تقدير وميداليات ودرع. بسم الله ما شاء الله. كل الشكر طبعا لوزاره الثقافه وكل الامتنان والشكر للبيت الفني للفنون الشعبيه والاستعراضيه برئاسه الدكتور عادل عبده. كان معاكم في المهرجان انا بعثه كان منها الاستاذ وليد طه رئيس البعثه، وهو طبعا مدير عام السيرك القومي. نشكره ان هو كان واثق فينا ورشحنا للمهرجان، وكان يعني كان كل الشكر طبعا للاستاذ وليد طه طبعا. كل نشكره طبعا، وكل التدعيم والدكتور عادل طبعا اللي هو يعني مش عارفه اقول ايه بصراحه. يعني كل الشكر والتدعيم، يعني كنتوا بصراحه يعني تعتبروا قوه وفخر، بنفتخر بيكم بصراحه انكم تنتزعوا الفضيه العالميه، لا ده فخر لينا كلنا. طيب انا عايزه اتكلم عن ازاي تحضرتوا للمهرجان؟ يعني كنتوا مثلا داخلين بالعاب معينه ولا كل الالعاب؟ ايه الالعاب اللي انتوا دخلتوا بيها المهرجان؟ احنا اشتركنا في مهرجان بالفقره الاساسيه، فقره البسكليت او الدراجات. تمام. وكان بنعمل فقره الجونجلير بتاعت محمد. تمام. ووليد كان بيعمل كلاون. جميل. معانا زميل لينا في السيرك اسمه محمود فؤاد بيعمل فقره اسمها ديابلو. تمام. دي كانت البعثه مكونه من 6 اشخاص. كان في دول ثانيه، معانا غير مصر. كان في كم مهرجان دولي عالمي في من جميع انحاء العالم. كان في بيلاروسيا تقريبا، بيلاروسيا وكمبوديا ولاوس وكندا تمام. لاوس لا كان في ممثل عن كل قاره. ايوه يعني كل قاره على مستوى العالم كان فيها ممثل ليها من دوله. احنا مصر خدت الذهبيه على ايد اولاد ياسين، خدنا الذهبيه الفضيه على ايد اولاد ياسين، خدنا الفضيه. خلاص هي الذهبيه خلاص يا جماعه جايه 5 درجه خلاص، يعني احنا قربنا قوي. وبالمناسبه احنا بس اخدنا كمان جوائز ثانيه من اداره المهرجان. ايوه جوائز المسابقه، جوائز خاصه. محمد خد جايزه من تكريم السفيره تقريبا. لا اداره المهرجان او اداره المهرجان السيرك نفسه. ادوا لمحمد جايزه الجمهور. تمام. عن فقره الجانجلينج. ايوه. وادوا لوليد جايزه الجمهور عن فقره الكاون. ايوه. وادوا لمحمود فؤاد جايزه الاداء الجيد عن فقره الديابلو. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. جوائز خاصه. يعني انا عايزه اقول بس هو يعني انك تحافظ على النجاح ده شيء جميل جدا، بس انك تحاول تطور منه وتخلوه مثلا يوصل للعالميه. عملتوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ طبعا التدريبات بيبقى ازاي؟ يومكم ازاي كتدريب؟ تدريبات مستمرة طبعا على حسب الفقرة اللي بنكون مركزين عليها. بنعمل أكتر من فقرة زي ما قلنا. أيوة. فبنركز أو بنرتب تدريباتنا على حسب الفقرات اللي بنعرضها أو مشاركة في مهرجان أو كده، بتكون تدريبات مكثفة. أيوة. تدريبات بدنية وتدريبات فنية ومهارات، وكل فقرة ليها مهاراتها وليها تدريباتها. تمام. يعني انتوا اليوم العادي بتاعكم ازاي؟ أنا أسمع إن لازم يبقى في تدريب يوميا. في تدريب يوميا. طب احنا عايزين يعني كل واحد فيكم يقول لي يومه عامل ازاي. نبدا بالكابتن محمد. اليوم عادي جدا في البيت، بنصحى عادي، ننزل بدري قبل ميعاد العرض مثلا بحوالي 4-5 ساعات. تمام. بنبدا نجهز ونحضر للفقره زي ما قلت لحضرتك اللي هنبدا او شغالين عليها. بيبدا التدريب مستمر لغايه ما بناخد بريك شويه قبل العرض، وبعد كده ندخل نعرض. لو ما فيش عرض بيبقى البروفا طويله شويه، لكن كل يوم تدريب. كابتن احمد برضه. هو احنا بالنسبه لنا السيرك او المهنه نفسها بالنسبه لنا التدريب 24 ساعه. احنا طول الوقت يا اما في البيت قاعدين بندور على افكار جديده. أيوة.
في جروب طبعا بينا وبين بعضينا، اي حد بيجي يوصله حاجه جديده، فكره او يعني انت برضو بتدور على افكار جديده، يعني انت مش مكتفي بال العالم بيتطور عشان نقدر نوصل ان احنا ننافس الناس دي زي ما وصلوا ايه، واحنا نبتكر ايه نبقى افضل منهم. ايوه الوقت اللي بنفكر في ده. تمام. وبياخد مننا مجهود كبير جدا التجهيز النظري اكتر من العملي. بنجهز ده الاول وبعد كده بنبتدي نرتب له بقى جدول هنمشي فيه ازاي. في بعض الحاجات محتاجه ننظم غذاء، اكل معين، ايوه تدريب معين، نبتدي نعمل الجدول ده ونبتدي نشتغل عليه بقى. طب انت كده فتحت كده موضوع مهم، اكلكم عباره عن ايه؟ انتوا بتتدربوا، انتوا زيكم زي لاعب الكره، اكلكم طب اكيد في اكل ممنوع اكيد يعني. هو مش ممنوع، هو مفيش حاجه ممنوعه، بس كل حاجه بقى بكميات محدوده، وفي اوقات ممكن امنع حاجات لو وزني زايد او يعني انت لازم الوزن يبقى مظبوط، حركات معينه لازم تبقى ليها جسم معين ووزن معين، يعني ما ينفعش تزيد كيلو، يعني ما ينفعش زي لاعب كره القدم زي الفن يعني بالظبط. هو لاعب كره القدم بيكرس حياته لكره القدم، تمام. فنان السيرك نفس الموضوع، لازم يكرس حياته كلها للسيرك. عندنا الميزان انبادي يوميا لازم نقف عليه، لازم نرتب ولازم نتابع حالتنا ماشيه ازاي، تمام، لياقتنا ايه، دهوننا ايه، كل حاجه بالظبط. طيب لو جينا نتكلم بقى عن بداياتكم، افتكروا لي بقى كده، نرجع بقى ورا، بداتوا ازاي؟ هي البدايه طبعا كنا بنشوف الوالد الله يرحمه وهو مدربنا، بنشوفه، كنا بنروح السيرك واحنا اطفال زي ما كل الاطفال بتروح. حبينا الموضوع جدا، شايفينه دايما بيروح بدري، تدريبات، فقرات، بنشوفه في التلفزيون. حبينا طبعا الموضوع جدا. بصرف النظر بقى ان احنا كل واحد كان ليه هوايات او اتجاهات رياضه معينه. انا كنت بلعب في النادي الاهلي العاب قوه فتره طويله ما شاء الله. برضو يعني هو حب السيرك مسيطر على الموضوع طبعا، فكنا بنضحي باي حاجه في سبيل ان احنا نستمر. والدراسه كان ايه اخبارها؟ لا الدراسه تمام، كلنا مخلصين دراسه، انا تجاره. ايوه. واستمريت شويه ما بين النادي وما بين السيرك، بس لما بدا بقى يبقى في اشتراك في مهرجانات، في سفر، فما كانش ينفع ان اوفق ما بين الاثنين ابدا، كان صعب. لكن يوميا طبعا كنتوا بتروحوا مع الوالد تتدربوا؟ لازم، يعني هو كان مسؤول الاول على تدريبكم. اكيد. بالظبط، وبناء على رغبتنا احنا، هو مش انتوا حابين ده، يعني انتوا حابين كلكم حابين ده، مش بيعرض علينا ان تعالوا عشان اعلمكم عشان تشتغلوا شغلاتي خالص، احنا اللي كنا دايما انتوا حابين ده. حابين ده. ده جميل. كان العقاب اكبر عقاب لينا ان انت مش جاي السيرك النهارده، ده كان يعتبر عقاب. ده اكبر عقاب يعني ده يعتبر عقاب ان كنتوا ما تروحوش مع السيرك. وانتوا خلاص انتوا حبيتوا الموضوع واشتغلتوا خلاص بقى، انتوا كرستوا حياتكم للموضوع ده. طيب بالمناسبه بقى في البراعم بقى، احنا عايزين نشوف الجيل اللي جاي. خلي بالكم احنا المهنه دي يا جماعه ما بتدرسش في المدارس، فلو ما كنتوش انتوا اللي تقوموا بتعليم الجيل الجديد، طب مين هيعلمهم؟ البراعم بقى اخبارها ايه الجيل اللي جاي؟ في شهد احمد ياسين. شهد احمد ياسين. وعد احمد ياسين. شهد بالمناسبه بطل الجمهوريه في الجمباز. بسم الله ما شاء الله. وبتشترك معانا في العروض ان هي عندها 2 سنين ونص. ما شاء الله. 2 سنين ونص. 2 سنين ونص. مش صغير السن ده يا جماعه؟ هي حابه بادئه من صغيره عايزه تعمل كده. تمام. واستمرت في ده. وعلى فكره شهد عرضت قدام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام، ده فخر لينا والله. واهداها ورده اليوم ده، كان فرحان بيها جدا. بسم الله ما شاء الله. صغيره جدا، اشتركت معانا في برنامج ارابس كنت بسم الله ما شاء الله. في وعد اختها وعد في الطريق، وفي ايلا بنت محمد. بسم الله ما شاء الله. ابتدت اهي، يعني في جيل اهو، يعني في جيل جاي علينا. هي جينات على فكره، واضح فعلا. هم اللي حابين، هم حابين المجال. يعني انتوا ما قلت مش على فكره كمان، يعني والدي ما عملش معانا كده. والدي لما لقينا حابين دخلنا، احنا لما لقيناهم حابين حاولنا نبعدهم، هم مصممين ان هم يكملوا، هم عايزين. ده جميل جدا. اصل من الحاجات دي ما بتتعلمش يا جماعه، ما فيش، انا اعرف ما فيش معايا ديها. هي المشكله بنخاف عليهم لان الموضوع خطر، واحنا مرينا باصابات وحوادث كتير. هو ده ابن الوز، زي ما بيقولوا ابن الوز عوام يعني. بص المثل صريح كده. طيب احنا كده اتكلمنا عن البراعم، يعني برضه ده اخباره ايه مع الدراسه؟ يعني الدراسه اخبارها ايه بالنسبه لهم هم ولا بالنسبه للاطفال بقى؟ بالنسبه للاطفال نفس، لا هم طبعا الدراسه دي رقم واحد زي ما احنا كان نفس الكلام يعني. أيوه. كان والدي رحمه الله عليه برضه كان اهم حاجه الدراسه. تمام. كل واحد مكمل في دراسته. تمام. كنت بدرس في كونسرفتوار مع التعليم الموسيقي. ده بعيد خالص عن الموضوع يعني. ده بعيد بس خالص يعني ده وفن بس بعيد عن وليد كان في الموسيقى العربيه يعني. تمام. برضه كنا يعني عندنا عائله الوالد كلها سيرك، وعائله الوالده كلها موسيقى. يعني ما رحناش بعيد يعني، ما رحناش بعيد. تمام. طيب انتوا بتفكروا لايه؟ يعني مشروعاتكم المستقبليه للالعاب كلها، لكل لعبه بتخططوا لايه؟ يعني حلمكم ايه؟ نوصل للعالميه.
زي ما وصلنا العالميه نفضل مستمرين في العالميه، نفضل يعني خلاص الحلم، خلاص احنا خدنا الفضيه خلاص الحمد لله، احنا بنبص للذهبيه دلوقتي. ده مش معناه ان خلاص احنا كده عملنا حاجه فهنقعد بقى وغيرنا يعمل، لا بالعكس احنا عايزين نوصل لابعد من كده، احنا عايزين دايما اسم مصر يبقى موجود في كل المحافل الدوليه باذن الله، على ايديكم طبعا لان باذن الله. جت فتره كبيره جدا مصر ما كانتش متواجده على اي ساحه فنيه بخصوص السيرك، يعني من تقريبا من الثمانينات، بدايه الثمانينات خلاص. فن السيرك عموما انا بحس ان مش بس موهبه، لا ده موهبه وعايز تدريب يوميا يا جماعه، يعني واللياقه البدنيه يعني ثقافه ورساله مهمه. على فكره السيرك رساله طبعا، رساله مهمه جدا يعني. انا الجيست او الجمهور لما بيدخل انا رسالتي ليه ان هو مجرد ما بيدخل السيرك هو بينسى كل حياته برضه، ينسى همه ومشاكله ومشاكل الحياه وهموم الحياه، وبيخرج من كل ده في خلال الساعتين اللي بيقعد فيهم في السيرك. بالظبط. رساله انا سعيد يعني. ومن هنا بقى احنا يعني بنقول برضه رساله يا جماعه، يعني السيرك اولا تذكرته يعني مبلغها زهيد يا جماعه، وبعدين خروجه بتبقى جميله، باخد اسرتي مكان جميل بشوف فيه العاب، بشوف فيه وجها لوجه بقى زي المسرح يعني، حاجات مناسبه جميع الاعمار وجميع الاعمار فعلا كله بينبسط. يعني الزوج والزوجه والاولاد كله بينبسط، بيبقى خارج مبسوط يعني، والمبلغ بسيط جدا مش مبلغ كبير. ودي جمله ساعدتنا على فكره ان احنا نلاقي الناس خارجه مبسوطه وفرحانه، بيقفوا يتصوروا معانا طبيعي طبعا. الناس بتيجي اكتر من مره يعني. انا عايزه اقول لكم انتوا شرفتوا يعني وزاره الثقافه وشرفتوا مصر، وانا فخوره بيكم جدا بجد، وعايزين يعني مش عارفه اقول لكم ايه، انا بشكركم انكم شرفتونا ورفعتوا راسنا بجد. كل الشكر لاولاد ياسين، اسم يستمر وسيستمر. تحياتي لكم، فاتن صلاح ورجال اعمال.